اكتشفت حاجة مؤخرا حاسة جدا انها ممكن تكون مادة للنقاش، يعني ان كتير قوي من الناس اللي بتتكلم بصيغة تبان انها راضية، بتتكلم طول الوقت كلام يصدر لك ان هم في حالة رضا، لكن لما تركز في الضيقات بتاعتهم تلاقيهم مش راضيين خالص، وتلاقي ان هم اعتادوا الكلام ده. معرفش هل انا لوحدي اللي بقابل الناس دي ولا لا، لان بصراحة مسألة الرضا دي حاجة صعبة جدا ومعقدة. النفس البشرية اصلا امارة بالسوء، والصفات اللي ليها علاقة بالمقارنة والنظر للاخرين فينا كبشر لحد كبير. ويمكن واحد من التحديات والامتحانات والاختبارات اللي جايين عشانها الدنيا ان احنا نحاول نسيطر على المشاعر دي. وبحس ان من اجمل الدعوات اللي الواحد يدعيها لنفسه انه يكون راضي بجد، وان ده جهاد بالقلب كده. عارفين الناس اللي لما بتيجي بتسالها عن حاجه كبيره جدا عندها وتلاقيها بتتكلم عن الموضوع بنفس راضيه جدا، وتبقى انت مستغرب وشايل هم انت ازاي هتصبرهم على حاجه عندهم. حد مثلا اتسرق منه حاجه كبيره، او حد راح من عنده شيء كان بيسعى له بقاله كتير، وتلاقيه فعلا مصدق وحقيقي انه راضي بده. يمكن مفتاح سر كده في الحته دي اكتشفته من سماع الحكايات كتير. الفكره كلها رايحه في سكه ان انت جواك متاكد ان السيناريو اللي حاصل ده هو الانسب، حتى لو كل الناس شايفاه ان ازاي انت شايفه الانسب. هنا بقى بتيجي مساحه الاستعجاب، وانك تبص للناس وتقول هي ازاي راضيه بالطريقه دي. شويه حاجات كده بتخليك تقف قدام مفهوم الرضا، ولازم كل شويه تعيد تفسيره قدام نفسك. دي من اكتر الافكار اللي المفروض نشتغل فيها مع نفسنا كده. واتمنى يكون الكلام ده دلوقتي فرق معاك بشكل او باخر، ولو حسيت ان هو هيفرق مع حد تاني يا ريت جدا تعمل له منشن في الكومنتات.